السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بقينا النهاردة عمر 4 أيام، ما شاء الله ما شاء الله. الكتاكيت زي ما انتوا شايفينها يا جماعة، طالما بتجري في المكان كده ومنتشرة وفرحانة كده، تعرف ان كل حاجة عندها مظبوطة. لا متكومين في الزاوية حرانين، ولا متكومين تحت اللمبة بردانين. كوموا في الزاوية يبقوا حرانين، ساعة ما يتكوموا تحت اللمبة يبقوا بردانين. لو حرانين واتكوموا في الزاوية هيعرقوا منك وهيفتلوا منك وهيبقى عندك تفاوت أوزان. لو بردوا وكوموا برضه فوق بعض تحت اللمبة نفس النظام، هيبقى عندك تفاوت أوزان. فحافظي على درجة الحرارة والتهوية ونظافة الفرشة. شايفين بينكشوا الأرض؟ لازم تكوني مطهرة دايما بجير يوميا أو يوم ويوم، ترشي رشة جير كده علشان تضمني إن المكان يكون طاهر ونضيف. ما شاء الله ما شاء الله. بدأ يطلع اهوت الريش اهو يا جماعة، عمر 4 أيام لسه الريش طالع. ده كده حلو، نتيجة حلوة على فكرة. كل ما الفرخ يتأخر في تطليع الريش كل ما يكون أفضل وأحسن 100 مرة. أما نوصل للروم الرابع بيوصل عند الفراخ إسهالات. هتلاقي بقى إسهال أبيض، إسهال رغوة، إسهال مائي. ما تقلقش منه. الإسهال بتاع أول أسبوع ما تقلقش منه خالص، بيبقى طبيعي يا جماعة عند كل الفراخ. أي دورة فراخ أول ما بتجيبيها بتبتدي من عمر 3 يوم، وساعات بتبتدي من تاني يوم تلاقي في إسهالات بني، رغوة، مية، شفاف. يعني ما يكونش عندك أي انشغال منه خالص. بس أنا ما شاء الله ما فيش إسهالات أهو. لو في إسهالات هتلاقي ديت متوسخة أو ديت مبلولة. لا الحمد لله رب العالمين، أنا ما عنديش إسهالات نهائي، الحمد لله رب العالمين. بس أنا بكلمك على أساس إن مثلا يكون عندك إسهالات، فما تقلقيش مني. وصفة النهاردة إن شاء الله هتبقى حلوة أوي أوي للإسهال المائي والإسهال البني والإسهال الشفاء الرغوة اللي بيجي عند الفراخ في أول أسبوع. يا ريت كل الإسهالات أو كل مشاكل الإسهالات بتبقى بتاع أول أسبوع. لو كان الدورة كملت بالإسهال اللي بيحصل في أول أسبوع والله العظيم ما كان حد غلط. لكن بعد كده الإسهالات اللي بتيجي متأخر دي اللي بتخاف منها، لكن اللي بتيجي في أول أسبوع دي ما تقلقيش منها خالص. هنعمل سقوة وهنعمل خلطة حلوة قوي تنظف أمعاء الفراخ وترفع المناعة كمان وتزود الوزن. وكمان يعني تعملي تطهير كده لأمعاء الفراخ وتنضفيها من السموم من السموم، وكمان من الإسهالات. ما شاء الله ما شاء الله. أنا عايزة بس أوريكم كده المنظر كده رايح جاي. المكان أصلا واسع عليهم. انا طبعا انتوا عارفين ان انا بربي للبيت، فما بجيبش كميات يعني دول 30 كتكوت، ما بجيبش اكتر من 30 كتكوت في الابيض بالذات، وبيبقوا كتير والله علينا. فصلى على النبي بقى كده وحط لي لايك بايديك الحلوه، وتعالي نعمل اول حاجه السقوه بتاعتنا. طبعا نظافه السقايات يا جماعه مهمه، النظافه مهمه جدا، سواء سقايات او سواء علافات. معلش انا عندي مشكله في الكلام النهارده، معلش اعذروني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سن بقى واسنان ومشاكل جامده. هنبتدي بقى نحضر السقوه يا جماعه، حلوه قوي قوي بجد وبسيطه قوي. يعني على قد ما هي حلوه ومفيده، على قد ما هي بسيطه وموجوده في تلاجتك، مرميه في باب تلاجتك اهيت. نص ليمونه عدمان اهو. مفيش تلاجه مصريه بتخلى من نص ليمونه ده. اه طهر معوي من الدرجه الاولى. حمض، فراخ محتاجة أحماض. أفضل حمض تحطه لهم في أول أسبوع هو الليمون. كمان طبعا غني بفيتامين سي، هيحافظ عليهم من البرد. مفيش برد، مفيش إسهالات، كل حاجة مظبوطة عندك. في زيادة وزن، في تحويل سريع، في نتيجة حلوة ودورة حلوة بإذن الله تعالى. بس تمشي مع الفراخ واحدة واحدة، ويبقى عينك على الفرخ تلاحظي أي حاجة تحصل عنده علشان تتفاديها بسرعة. هنبتدي بقى نحضر الخلطة. عملنا المشروب اهوت، هنبتدي بقى نعمل الخلطة علشان يكمل بعض. طبعا دي علفة تركيز 23،
اهم حاجة تكون سوبر. وما تستخدمي علف حاولي تستخدمي شركة واحدة ونوع واحد من اول الدورة لاخر الدورة، التغيير مش مطلوب. هنحط اول حاجة بتعالج الاسهال في اول اسبوع النشا. النشا يا جماعة من الحاجات اللي حلوة قوي في اول اسبوع، هي والرز المطحون. كمان هنحط شوية الكركم الصغيرين دول اهو، ده المضاد الحيوي بتاعنا، ده العلاج بتاعنا. هنحط بقى كمان شوية من حلو قوي 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 للإسهال، يساعد مع النشا. الزعتر، واحدة زعتر اهي، حلو قوي يا جماعة للإسهال والله، قوي 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 يعني. ولو غليتيه بقى مع نص ليمونة يا سلام، يجيب لك نتيجة حلوة قوي كمان. بس خليكي كسلية زي خالتك، وحطي بقى معلقة كده وخلاص على العلب. بس انت لو غليتيه، حتى لو غليتيه مع معلقة شاي برضو حلو قوي للإسهال. هنحط رشة جنزبيل، رشة صغيرة مش كتير، ده في بطن الفراخ بالليل. وكمان اللهم صل على النبي تقضي على البرد. يبقى 4 مكونات على العلف ونص ليمونة في المية، حاجة كده عظمة. عالجت الإسهال، عالجت البرد، طهرت الأمعاء برضو، وعالجت الإسهال برضو من الحاجات اللي بتطهر الأمعاء وبتقضي على البكتيريا، وكمان بتزود الوزن. وما شاء الله عليه يعني، بجد بجد كنز. الكركم ده كنز لتربية الكتاكيت من تاني يوم لنهاية الدورة. الحاجة الوحيدة اللي تستخدمها من تاني يوم لنهاية الدورة مفيش منها مشاكل، الكركم والسمسم وحبة البركة. 3 مكونات دول كنز كده في تربية الفراخ. اخلطي بقى كل الحاجات دي مع بعض كده، وحطي للكتاكيت بتاعتك وشوفي النتيجة بنفسك. هتلاقي لو في اي بوادر اسهالات هتلاقيها راحت خالص. هنحط بقى، نبتدي نحط لهم العلفة بتاعتهم. طبعا بننضف يا جماعة كل يوم العلفات كويس. خلاص احنا يمكن يبقى اخر يوم نحط في علفات التحضير، ونبتدي بقى نحط العلفات التانية علشان خاطر الفراخ بتاعتنا بدأت تشقى وبدأت تنكش وبدأت تعمل قلق في المكان. شايفين ما شاء الله ما شاء الله. متقلقيش بقى، انت قاعد هناك ليه؟ ما تقلقيش بقى لما تلاقي حاجة بقى بعيد كده. تعالى كده اما اشوفك. طب ما انت كويس اهو، قاعد هناك ليه؟ ساعة ما بلاقي الكتكوت نايم في جنب كده ولا كده بقلق. طالما كله بياكل كده وكل حاجة تمام، في واحد اهو بدأ اهو، شايفين؟ ده اسهال مائي اهو. انا عارفة هو اصلا معروف ان اول اسبوع لازم يحصل اي انواع الاسهالات علشان خاطر هو كده يعني، سبحان الله هو كده. اول اسبوع لازم يحصل فيه اسهالات اللي هي الماء والشفاف والرغوة والحاجات دي. ولو بني برضو ما تقلقيش، هي كده يعني طبيعتهم كده. تنظيفات بقى في البطن بيبقى من الفأس، ما تعرفيش بيبقى الحكاية بجد والله. بس هي احنا خدنا على كده ان احنا لازم نحافظ على فراخنا من الاسهالات في اول اسبوع. حتى لو ما ظهرتش عندك اعملي الوصفة دي علشان تحميهم من الاسهالات وما يحصلش عندهم اي اسهالات، ويحصل عندك بقى تفاوت اوزان ويحصل عندك مشاكل بعد كده ما تقدرش تحليه. لان انت طبعا في اول اسبوع لو فضلت بالاسهالات ديت وفضلت بالمشاكل المعوية ديت لتاني اسبوع هيظهر عندك الكوكسيديا مبكرة. الكوكسيديا هتظهر عندك بدري، وهي اول حاجة بتدمر الفراخ. فحافظي على كتاكيتك في اول اسبوع، تطمني تاني اسبوع وتحميهم من الكوكسيديا. طبعا الكوكسيديا لها وصفتها هتتحط في ميعادها باذن الله، بس دي احنا بنعمل تمهيد للفراخ وبنحافظ على الفراخ علشان خاطر تكبر معانا وتفضل حلوة. لان الاسهال من اول حاجات اللي بتأثر على الوزن وبتسرق الوزن مننا، وطول ما الفرخة عنده اسهال عمره ما هيديكي لا وزن ولا تحويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.